ابتلينا بهذا الميليشيات التي أرادت أن يكون اليمن غير اليمن الكبير الذي نريده، أما أن يكون يمن يتبع لإيران أو يمن يتبع لإمارة أبو ظبي. فكل الميليشيات مدعومة من هاتين الدولتين التي عاثت في اليمن فسادا. ولكن بإذن الله تعالى أن دماء الشهداء هذا لن تذهب هدرا، والشهيد محمد صالح العقيلي بقدر الألم والحزن لفراقه إلا أن نقول لهم أن هذه الدماء هي جسر العبور للحرية وللدولة ولليمن الاتحادي الذي يرعاه ويقوده فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي. تعازينا لأسرة الشهيد، وتعازينا لأنفسنا، وتعازينا لليمن، اليمن الكبير الذي لا يقبل القسمة على اثنين ولا يقبل المشاريع التفتيتية التي أتت بها بعض القوى الظلامية. تعازينا للجيش الوطني، تعازينا لفخامة الرئيس الذي فقد أحد أشجع قيادات جيشه، وإن شاء الله أن يكون دماء هؤلاء الشهداء هو سير لتحقيق الأمن والأمان والسلام وبناء الدولة المدنية الحديثة اليمن الاتحادي الكبير. وتحياتنا.